بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد. ازيكم يا اخواتي ومتابعين، عاملين ايه؟ اتمنى قناتي تكبر بكم ومعاكم ان شاء الله يا اخواتي في الله. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض يوم العرض عليك يا الله. اتمنى ان الفيديو النهارده بتاعي يعجبكم وينور رضاكم، ويكون خفيف كده. النهارده قلت اطبخ معاكم بصراحه كده فرخه كده. زي ما انتوا عارفين الجو حار، فالواحد مش حمل وقفه في المطبخ يعني كده. فطلعت فرخه من الفريزر يعني كديت الحمد لله، وقلت اطبخها معاكم بحيث ان ننجزه. عملت عليها شويه رز بالشعري، وعملت اللهم صل على سيدنا محمد لسان عصفور وطبقين بطاطس، طبخ بطاطس يعني بالدمعة. بألف هنا وشفا علينا وعليكم. هنيتي هقطع الفرخة معاكم، والزلموكة دي بتاعتها لازم نرموها، احنا ملهاش عازي فمش ينفع ناكلها ولا حاجة. والسكينة هنيتي مغلبان طبعا في تقطيع الفرخة. والله وحددتها الحمد لله على في حجر كده حداد جايبوله جوز اللي يباركله، فكل ما حددها تعمل تتلم مني، فان شاء الله قلت ربنا يعدلها ويفرجها ويجيب لي واحده من الحادات. وهنا ما اقطعها معاكم الفرخه يعني كديتها، مش هقطعها كبيره، هقطعها يعني الورك والفخده هقطعهم على حتتين، بحيث الواحد يخلص نايب، عشان انتوا زي ما عارفين في الجو الحر محدش بيقدر ياكل. اتمنى كل اللي يشوف القناه بتاعتي والفيديو بتاعي يشترك في القناه فضلا وليس امرا ويحط اللايك. أو يا رب كل اللي يحط لايك ويعمل له مشاهدة يجعل من كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويجعل الفرح قدامه والسعد خدامه إن شاء الله. هنا زي ما انتم شايفين أنا بقطع معاكم الفرخة بألف هنا وشفا علينا وعليكم. يا رب كل اللي يشوف قناتي يشترك في القناة فضلا وليس أمرا ويحط اللايك، ويدوس على الكل عشان يوصله كل جديد، ويدوس على يفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناة مطبخ الطيبين. واتمنى ان القناة تكبر بيكم ومعاكم يا اخواتي في الله. وبشكر من متابعيني اللي يخشوا جداد عند الله يخليهم ويبارك لهم ويجعل في ميزان حسناتهم. ويا رب كل اللي يشترك في قناتي يجعل الفرح قدامه والسعادة خدامه ان شاء الله، ويكرم ويرزق من حيث لا يحتسب. شايفين حتة الكتف قطعناها على حتي، شايفين ما شاء الله. بس هي اللي خربت دينا السكينة مغلباني انها تاني، فنقول الحمد لله. اللي قطعت على حتتين دي الكتف وده من تحت الصدر. هنا دي ان شاء الله كده قطعت الرقبة دي بالظهر وحده، وده ان شاء الله كده عاوزة اقطعها كده اشوفها تنفع على 3 ولا لا. فبألف هنا وشوف علينا وعليكم. واتمنى يا رب كده الفيديو يعجبكم وينور رضاكم، واتمنى كل اللي يخش في القناة يشترك فضلا وليس امرا. وهنتي خلصناها تقطيع وهغسلها بشطمية كده وملح ودقيق، ولو عندك ملح ودقيق وليمون ماشي، ولو عندك برتقال ماشي، لو عندك يوسفندي ماشي. اغسليها كديتي غسلة زيني، لازم الفراخ نغسلوه غسلة زينة كديتي. وهنيتي انا غسلتها غسلة زينة قدامكم هنا على الحوض، وهي المية زي ما انتوا شايفينها فارت. هنزل بالفراخ بتاعي، هنزل بيه كله مرة واحدة بألف هنا وشوفها ما شاء الله علينا وعليكم. الواحد لما يجي يكون يطبخ الحاجة كده يقول بسم الله ما شاء الله اللهم زد وبارك، ويكرم ربنا ان شاء الله كده، ويقعد يسمي ويصلي على الحاجة عشان الحاجة تبقى كلها بركة. هنا تدي بهارات فراخ 7 بهارات، ورق لورا وبصل، حطيته في الشوربة دي كله، وملح برضه عشان تبقى ايه الشوربة حايقة وايه من اولها كديت. وهخرط البصل دلوقتي. انا مش هكتر بصل عشان زي ما انتوا عارفين في الحر البصل مش كويس كتره. فالبصلة جبتها كده لقيت فيها واحدة كبيرة وواحدة صغيرة زي دول على كديت. مش لازم نكتر في الحر بصل يا جماعة. هعملهم على المبشرة قدامكم شايفين، بعدين وريتهم لكم اشتغلت تاني فيهم بالمبشرة. نعملوهم كده على المبشرة بدل ما اشغل على دول قليلين الكبي. فالمبشرة الحمد لله برضو معانا، وحتقدر المسرح وتقدر الغرض.
معذرة. حطيت هنا معلق السمن، معلهاش بنتي الصغيرة الخنقة يا اخواتي، معذرة يعني عشان ما تتضايقوش. وهنا حطيت الملح في البصلة، وهنا راح الطماطم ما شاء الله بألف هنا وشوف. بس الطماطم غالية جدا والله العظيم، بس الواحد هيعمل ايه، المضطر يركب الصعب، فنقول الحمد لله يعني. وهنا زي ما انتم شايفين بخلط الطماطم قدامكم. هنا بهارات فراخ وسبع بهارات وورق لورا، وحطيتهم على البصلة عشان ما احبش البصلة بصراحة احيقها بعد كده بعد ما تحط التقليلة. حطيت هنا قرن فلفل اخضر حامي صغير، اللي هو من اللي ما يبقى فلفل السوداني دي الحراقة الحمراء. حطيته في الطماطم بألف هنا وشوف علينا وعليكم. وهنا البصلة بعد ما صفرت واخدت لون نزلت عليها بالطماطم بألف هنا وشوفها برضو. البطاطسات هنا بتركهم معاكم شايفين. ماشية معاكم خطوة بخطوة زي ما أنا معوداكم في الحاجة، إني أمشي معاكم خطوة بخطوة في كل حاجة وأوريكم، عشان البنات المقبلة جديدة على المطبخ، المقبلة جديدة على الزواج. بألف أنا وشوف علينا وعليكم إن شاء الله. شايفين ما شاء الله قشير البطاطس. أنا مش راح أكتر يعني طبقيا بس زينين الغدا والعشي، وبعد كده ثاني يوم نبقى نتغدى حاجات خفيفة. في الحر دي محدش بياكل بصراحة، وأنا مش عاوزة أكب الطبيخ ولا هجرت فيه خسارة. زي ما انتوا عارفين يعني خسارة بصراحة، حقيقة الدنيا غالية وكل حاجة غالي، فالبيوت مش مستحملة انك تبهدلي في الحاجة ولا تبعزقي فيها، لا. امشي على حسب ظروفك عشان ربنا يكرمك ويزيدك من نعم الله. وهنا زي ما انتوا شايفين قشرت البطاطس معاكم، وهتركهم معاكم هنا تترك برضو. بألف هنا وشوف علينا وعليكم، على حسب ما انت تحبها. قطعت البطاطس كبيرة صغيرة متوسطة، بس انا هنتي ما قطعتهاش كبيرة قوي برضه، عشان لما اقطعها كبيرة مع ان عيال عمي مش بيعرفوا ياكلوها، فقطعتها صغير زي ما انتوا شايفينها. فلازم الواحد يعني يشوف يبص على بق عيال يلقوها صغير مش عارفين يحطوا بطاطس، فقلت لا هتركها لهم صغير الدورتي. اتمنى ان اللي يوصل معايا هنا لحد هنا في الفيديو يحط اللايك ويشترك في القناة فضلا وليس امرا، ويدوس على الكل عشان يوصل له كل جديد من قناة مطبخ الطيبين. واتمنى ان قناتي تكبر بكم ومعاكم يا اخواتي في الله. يا رب يعزكم ان شاء الله ويسعدكم سعادة الدارين. شايفين هنتي ماشية معاكم خطوة بخطوة. هنتي بعد ما خلصت طريق البطاطس بوريهم لكم، هاخدهم اغسلهم واجيب فيهم شوية مية قبل ما هي كل حاجة تستوى، اروح احطهم على طول في حلة التقلية او الدمعة زي ما انتوا بتقولوه. احنا هنتي عندنا بيقولوا تقلية وبيقولوا دمعة، ولازم اغسلهم غسلة زينة كده عشان البطاطس ما تبقى فيها نشا برضه من مسكة اليد برضه. هنا بعد ما غسلتهم هحط لهم شوية مية وهسيبهم على ما التقلية تستوي. وهحط الفراخ برضه هطلعها من الشوربة واحطها في التقلية، هتبقى طعمها جميل لما تكون واخدة لها غلوتين في الشوربة في التقلية زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. انا خليت اخد لها غلوتين 3 بس في التقلية عشان ايه الطعم يبقى بتاعها حلو. بألف انا وشوف علينا وعليكم يا رب. شايفين ما شاء الله الشوربة ما شاء الله والفراخ يعني ناقصالها تكة وطيب، فقلت التكة دي خليتها اخدها في التقلية تشرب من التقلية كده ومن صوص التقلية عشان تبقى حلوة. وفعلا كان طعمها تحفة فوق الخيال. وألف هنا وشوف علينا وعليكم. وما تنسوش تشتركوا في القناة فضلا وليس أمرا وتحطوا اللايك. يا رب كل اللي يعمل لي لايك ومشاهدة يجعل له من كل ضيق مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب. هنا الفرخة وقعت مني على البوتاجاز فتلفيتها برضو. معايا مساكة بس بصراحة بتغلبني على الممسك بيه مش عارفة. فيعني الواحد قلت من هو راح بطلعها بهنية البطاطس الهنية المخرمة ده المصفى مخرمة معايا بتاعت بطاطس المقليها ما اطلع بيه. نزلت طلعت الفراخ من التقلية وهدينا هحط البطاطس بألف هنا وشوف علينا. انا ما كترتش
زي ما انتوا عارفين الجو حار، والجو الحر مش بيخلي حد ياكل. انا ليلة جوزي ما كنتش طبخت طبخ تقليد، اللي هو طبخت مع بالبطاطس الحمرا ده. هناتي غطيتهم وبعد ما استوى دين هوريهم لكم. بألف هنا وشفا علينا وعليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هناتي حطيت معلقة السمنة عشان نعمل شوية لسان عصفور برضو. حلوة شوية الشوربة في الحر ديت يعني. ده اللي بحطه قدامكم لسان عصفور يا جماعة. بألف هنا وشفا علينا وعليكم، واتمنى يا رب الفيديو يعجبكم وينور رضاكم. هخليهم ياخدوا لون كده ذهبي. فهنا لقيتهم قليلين، حطيت عليهم قد معلقة كده ولا معلقة ونص، قلت عشان يلحقوا يصفروا مع بعض قبل ما يسفروا. شايفين ما شاء الله كده، لازم نخلوه لونه ذهبي كده وحال. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم. أول ما يسفر إن شاء الله راح أزوده معاكم من الشوربة اللي هي تحت الفراخ. هيبقى طعمهم برضو عشان الشوربة طعمها خطير وطعمها حلو. بألف هنا وشفي، فهيبقى طعمه تحفة تحفة إن شاء الله. بألف هنا وشفا علينا وعليكم. وهنا بقلب فيه معاكم خطوة بخطوة. ما تنسوش تحطوا اللايك، تشتركوا في القناة فضلا وليس أمرا، وتدوسوا على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناة مطبخ الطيبين. شايفين هنا بعد ما أخد لون ما شاء الله هوريهولكم ادينا. شايفين ما شاء الله. هندلل دلوقتي بالشوربة على لسان العصفور واخليه ياخد له غلوة واحدة اطفيه على ما اجهز كل حاجة. حيكون هي طب مع نفسه هو، بس اهم حاجة تخليه ياخد له غلوة واحدة بس. شايفين ما شاء الله. بعدين غطيته وراح حطيت حلة صغيرة عشان اعمل فيها رز بالشعرية. بألف هنا وشفا علينا وعليكم، اتمنى الفيديو يعجبكم وينور رضاكم ان شاء الله. هنتي برضك ما كترتش رز ولا شعرية، قلت على قد الغدا بس. فقلت اعملهم قليلين عشان الجو حر والواحد ما بصراحة مش قادر ياكل. هنتي بوريكم من لسان العصفور اهو غلى وراح اطفيه على طول. شايفين ما شاء الله الشعرية عاملة ايه في الحلي. بألف هنا وشفا علينا وعليكم ان شاء الله. وهنتي الشعرية خدت لون وهنزل عليها بالرز. مش راح اكتر انا برضو زي ما انا قلت لكم رز اهو. هما دول اللي حطيتهم زنين نعمة وفاض. فالعيال مع انه يعني في امتحانات وفيني ما واكلين يشدوا لهم ان ربنا يكرمهم وكل اللي زيهم وينجحهم ويوفقهم ان شاء الله وياخدوا التعليم العالي. وهناك بعد ما خليت الرز بالشعرية اخد له قلبتين 3 راح اقلب قلبتين كده وازود شوربة. بألف هنا وشوف علينا وعليكم. هناك بحط المصفاية عشان مو البصل اللي في الشوربة ما يدعكش الرز ولا حاجة. شايفين ما شاء الله بعد ما استوى دول هيعبوا طبقين 3 نعمة وفاضل. ياكلوهم احسن من الحاجة تترمي خسارة. شايفين ما شاء الله الرز قاعد مفلفل يتزاع. وهنا حطيت الصينية على البوتاجاز. وحطيت لها شوية زيت وشوية سمنة بلدي، وهحمر الفراخات فيها ونجهز الغدا على طول ان شاء الله. شايفين ما شاء الله. الطاوة طلعت صغيرة بس ما عليهاش الطاوة الألماني. لما اعمل فيها قعرتها مش عارفة كده مش مترتاحة على البوتاجاز، فقلت اعملهم زي في دي اللي هي دي كانت جيرانيت وباظت، فمش هينفع ارميها عشان من ريحة ابويا الله يرحمه يا رب يجعل قبره روضة مراد الجنة. هنا الفراخ بعد ما حمرت واخدت لون ذهبي حلو كده هطلعها. شايفين ما شاء الله. ونزلت بالحطة التانية تحت الفراخ برضو. وهنا بغرف الرز دينا. شايفين ما شاء الله الرز بالشعرية طالع مفلفل الزع. بألف هنا وشفا علينا وعليكم. الحتة دي ما عليهاش معينات. بعد ما خلصنا أكل وكل حاجة قلت بدل ما يقعدوا علي يتكوموا فالعيال مش فاضيين يغسلوا لي، قلت أغسلهم بصراحة. والخلاطة بتاع الطماطم برضه قلت أغسلهم كلهم مرة واحدة كده. شايفين ما شاء الله. ألف هنا وشفا علينا وعليكم.
ولازم الواحدة كده تروق مطبخها. انا ما قدرتش اغسلهم اثناء ما كنت مطبخ، خليتهم بعد ما يعني لما فكت كده ورجلي هدت عشان ما كنتش قادرة اوقف على رجلي والله العظيم. الحمد لله الحمد لله اللي جابولنا ربنا. لما عملت كده قلت اغسلهم عشان يبقى المطبخ متروق كل حاجة، فالحمد لله. هصبنهم كلهم معاكم وبعدين اشتغل في مشاكل. شايفين هنا المبشرة لازم نغسلها برضه غسلة زينة كده ونحطها نعلقوها عشان ما تتصدش ولا تعملش معانا. اليد بتاعتها اتكسرت من زمان، فقلت مش ممكن ارميها خسارة، ما ينفعش برضك نهجته في الحاجة ونبوظه كده. لازم الواحد الحاجة يصونها خسارة. فهي والله طلعت غصب عني وقلت بركبها، ما ركبتهاش تاني. معصرة مش عارفة ابني ما يرن الجرس. شايفين ما شاء الله. غسلتهم كل مدينة وهغسل البولة عشان كل اللي شاهدوا يحطوا في البولة ان شاء الله. ما تنسوش تشتركوا في القناة فضلا وليس امرا، وتحطوا اللايك وتدوسوا على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناة مطبخ الطيبين. وبشكر متابعيني برضه الجداد، ربنا يخليكم ويبارك فيكم. واتمنى فيديوهات تعجبكم وتنور رضاكم، وهنيتي بشاهد المعاناة كلهم، وكل اللي شاهدوا حطوا في البولة، لو ما قدرش البولة حطوا جنبه برضه، عشان زي ما انتوا عارفين الرخامة اللي جنب الحوض داي دلوقتي جه الحر، فحطينا عليها الكرمل وهنيت المعلقة الكبيرة وهنيت المعلقة الصغيرة. فالحمد لله على كل حال. وهي الرخامة دي عبارة عن 4 متر مش أكتر، بس هنقول الحمد لله، اللي يحمد ربنا يزيده. وهنا الخلاط لازم نصبنه كويس كده عشان ما يزبطش معانا ولا حاجة، ونشتغل ونصبوا الطباقة ونرصوها كده. حتى بعد ما رصيتهم وحطيتهم في الحنفية من فوق راح جبتهم وشاهدتهم تاني. أتمنى الفيديو يعجبكم وينور رضاكم إن شاء الله. ما تنسوش تشتركوا في القناة فضلا وليس أمرا، تحطوا اللايك